السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل القرآن. هذه الحلقة حلقة مميزة لأننا نستضيف أحد الرجال الذين حملوا كتاب الله عز وجل. هذا الرجل هو رجل أزهري درس في الأزهر الشريف، وهو الآن محفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ما سمعت القرآن الكريم منه تشعر وكأنه يتلو آيات الله البينات، كأنها ماء يتدفق من بين شفتيه، وذلك لسهولة أدائه وحسن تلاوته. دعونا جميعا نرحب بهذا الشيخ الكريم ونتعرف عليه أكثر، فليعرفنا بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوكم خلف البندي، بفضل الله تبارك وتعالى حفظت القرآن الكريم وأنا في السنة الأولى من الجامعة، وأنهيته بفضل الله تبارك وتعالى وأنا في الفرقة الرابعة، واستغرق حفظ القرآن معي 4 سنوات بفضل الله تبارك وتعالى. قرأت القرآن على فضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم، وقرأت على الشيخ يوسف عتابي، وأخيرا على فضيلة الشيخ مصطفى أبو ود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم جميعا بحفظه وأن يبارك فيهم. اللهم آمين. فلتتفضل أيها الشيخ ولتسمعنا بعض آيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله أكبر، ما أعذبها من قراءة. جزى الله الشيخ عنا كل خير. حقا وصدقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جزاك الله كل خير، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه القراءة خالصة لوجهه الكريم. أحبتي في الله، نعدكم بمشيئة الله بحلقة جديدة وضيف جديد مع برنامج أهل القرآن الكريم. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.